عليكم البنات، راكم لاباس؟ الحمد لله. نتمنى انكم تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم التحليه الرمضانيه. حاجه بزاف شابه وشيك وبنينه. نبداو ان شاء الله على بركه الله. البنات ما تنسوش البنات تدعموني وديروا اشتراك القناه وكومونتير شباب كيما نتوما وجاب. نبداو. هنايا درت لاباط صابلي، حبيت نقسمها نص صابلي ونص الطبقه الاولى. هنا حكمت نص زيت نص زبده وزوج حبات بيض وقرصه ملح، وقعدي خلطي مليح مليح حتى يبيض الخليط تاعك. ومن بعد ديري الفنجان تاع السكر كلاصي تاعك، ومن بعد تعاودي خلطي ديري فاني ومايزينا وقعدي خلطي مليح بيدك. ومن بعد كي تشوفي باللي صاي ذابت الزبده تحت يدك، ديري الكميه تاع الفرينه تاعك، صيري معاها مغرف ولا نص شكاره هكا تاع خماره نواره، زيدي الفرينه حتى تحصلي على عجينه طريه كيما هذه. روحوا كريم باتيسير، نديرو الحليب، نديرو ريتله تاع حليب تسخن فوق الفورنو. من بعد نحكمو زوج مغارف سكر وحبه بيض وزوج مغارف نشا. من بعد قعدي خلطي مليح مليح. كي يغلي الحليب تاعك ويسخن مليح مليح، ديري فوق السكر والمايزينا والبيض. قعدي خلطي باش ما يطيبش البيض معنا. ومن بعد هذاك الخليط عاودي رجعيه فوق الكاسه. ومن بعد كرفجيلو حبه قارص كيما انا درتها بنكهه الليمون. دي كرفجيلو حبه قارص كيما راكي تشوفي معايا. ومن بعد ديريها فوق الفرن كي تعقد مليح مليح وتبدا تطلق لك في الفقاعات. وشنو هي لازم كي تكون فوق النار لازم تخلطي مليح مليح باش ما تربي لكش القشره التحتانيه وتنحرق. كي تحصلي على هذو الفقاعات صاي طفي عليها. كي تطفي عليها وهي سخونه فيت فيت، ديري لها 4 مرصوات صغار تاع زبده وديري لها عصير ليمون. ومن بعد تخلطي. ومن بعد ديريها رجعيها في الطبسي تاعها الاول وغطيها بالساشي وديريها في الفريجيدير باش ما تربيش معانا القشره. هنايا نروحوا للاباط اللي كنت درتها تاع الصابلي. هنا انا راني حنطيبها في هذا المول باش طيب لي كامل. عندك طيبيها نص ساعه من الفوق من التحت، وغير تشوفيها صاي طابت معاك نحيها. هنا ثقليها برك باش ما تنتفخش معاك. ومن بعد هنا لاباط اللي بقات لي درتها حبات صابلي ديجا راني شاركتهم معكم. وشين هنا اذا ما كنتيش حابه ديري هذه لاباط، احكمي بيمو ولا قاطو عادي ورحيه وديروا الزبده والسكر وديري هذيك الطبقه في بلاصه الطبقه تاع الصابلي كيما انا حبيت ندير هذه لاباط كيما كتشوفي. من بعد ما فتتها، اذا كنتي حابه تحصلي عليها تكون متماسكه ديري لها الزبده ذايبه وخلطيها. انا ما حبيتش نكثر هذو الصوالح، خليتها كيما هي. ومن بعد ما بردت كريم باتيسير تاعي، درت الطبقه الاولى تاع لاباط صابلي اللي خدمناها معاكم. ومن بعد درت كريم باتيسير وهي ضربتها في الباتور. من بعد حكمت شويه معجون درت له شويه مزهر وعقبته شويه غير فينيسيون هكا باسكو هذه التحليه تاعي جايه ناقصها السكر. انا بالعاني خليتها ناقصها السكر. ومن بعد حكمت الفخيز رحيتها مع مغرف سكر وشويه مزهر، رحيتها مليح مليح ودرتها. خليها تبرد في الفريجيدير. كي تبرد عاودي جبديها ولا ديريها عادي، من الاحسن انه تبرد تشد روحها شويه. ديري لها حلي معك هذيك، حلي الحبه تاع الفخيز شكليها على شكل ورده وشكلي هكا مدي لها لا فينيسيون. حاولي كيف تخدمي خدمتك شابه باش تجيك باش العين تاكل قبل الكرش. وهذه هي النتيجه. نتمنى البنات تدعموني ونتمنى انكم تجربوها ونقولكم في امان الله. تبقوا على خير. ميرسي.